سنة 1377 في راجل عربي كتب كتاب في تونس. الكتاب ده توقع سقوط الدولة العثمانية، وكمان توقع الثورة الفرنسية، وحتى صعود وسقوط أمريكا كقوة عظمى برضه توقع ده في الكتاب. ومش بس كده، الراجل ده اخترع علم الاجتماع قبل أوروبا ما تكتشفه ب 500 سنة، وحط نظريات اقتصادية لسه بنستخدمها لحد النهاردة في هارفارد وأكسفورد. مين بقى الراجل ده وإزاي عرف الحاجات دي والعالم كله كان لسه في العصور الوسطى؟ النهاردة احنا بنتكلم عن مقدمة ابن خلدون للمؤلف عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي، اللي اتولد سنة 1332. بالمناسبة الكتاب أصلا كان عايز يكتب تاريخ العرب والبربر، بس وهو بيكتب الكتاب أو بيفكر في الكتاب اكتشف إنه لازم يفهم ليه الحضارات بتقوم وبتقع، أو إنه يفهم إزاي الحضارات أصلا بتتبني. الكتاب اتكلم عن 3 أفكار أو 3 مفاتيح مهمة جدا. أول مفتاح وهو دورة حياة الحضارات. ابن خلدون في الكتاب بتاعه اكتشف إن كل حضارة بتمر ب4 مراحل: مرحلة التأسيس، مرحلة القوة والتوسع، مرحلة الرفاهية والترف، وأخيرا مرحلة الانحلال والسقوط. لما اتكلم عن مرحلة التأسيس قال لك دي المرحلة اللي فيها البدو بقوا سكان مدن، واتكلم إنه الناس جاية من الصحراء قوية وجعانة للنجاح، عندها عصبية قوية، عندهم روح الفريق الواحد. وده مثلا اضرب مثال على الشركات الناشئة أو الستارت ابس. دلوقتي في البداية بيبقى المؤسسين جعانين للنجاح، بيشتغل 16 ساعة في اليوم، وكل واحد منهم بيعمل كل حاجة علشان الشركة دي تقف، وده اللي بيتقال عليه مرحلة التأسيس. المرحلة الثانية وهي مرحلة القوة والتوسع، إن الحضارة بتكبر، بتحارب وبتكسب، والاقتصاد بيبقى أقوى، وفي المرحلة دي هي لسه محتفظة بالعصبية والانضباط. المرحلة الثالثة هي مرحلة الرفاهية والترف، واللي فيها إنه الناس بقت غنية وبطلت تحارب، وطلعوا جيل جديد مدلل ومعرفش يعني إيه كفاح في حياته. وده ياخدنا للمرحلة الرابعة وهي الانحلال والسقوط. بعد الرفاهية بيكون في فساد وضعف وانقسامات داخلية، وبيظهر عصبيات جديدة عايزة تاخد مكان العصبية الأولانية. وفي الفكرة دي أو المفتاح ده ابن خلدون رسم الدورة الكاملة بتاعة الحضارات من أول التأسيس لحد انحلالها وسقوطها. المفتاح الثاني اللي اتكلم عنه ابن خلدون وهو الاقتصاد والعمران. ابن خلدون كتب حاجات خطيرة جدا عن الاقتصاد، زي مثلا نظرية العرض والطلب، وقال لك إن الحاجة إذا قلت الطلب عليها رخصت، ولو الطلب زاد على حاجة معينة فسعرها بيغلى. وده بالمناسبة قبل آدم سميث ب 400 سنة. واتكلم عن حاجة اسمها نظرية دورة المال، واللي فيها كان بيقول المال إذا كثر في أيدي قلة قل في أيدي كثرة. واتكلم كمان عن قانون الضرائب الذكي، وقال فيها إذا زادت الضرائب قل الإنتاج، وإذا قلت زاد الإنتاج. وبالمناسبة النظرية دي اسمها اللافر كيرف، ودي قبل ما لافر نفسه يكتشفها ب 600 سنة. المفتاح الثالث اللي اتكلم عنه الكتاب وهي إنه البيئة بتشكل الإنسان. فابن خلدون لاحظ وهو بيكتب الكتاب ده إن أهل البادية أو البدو بيكونوا جسمهم أقوى، بيكونوا أصدق، بيكونوا أشجع، بس ما عندهمش حضارة قوي. ولما تروح لأهل المدن هتلاقيهم أذكى، متخصصين أكتر في بعض الحاجات في الشغلانات بتاعتهم يعني، بس هتلاقي جسمهم أضعف وبيخدعوا بعض شوية في التعاملات. ولو رحت لأهل المناطق الباردة هتلاقي الناس هناك أكثر تنظيما وانضباطا، إنما لو رحت للناس اللي عايشة في المناطق الحارة هتلاقيهم هم أكتر إبداعا بس أقل انضباط. ولو فكرت فيها من وجهة نظر ابن خلدون هتلاقي إن كلامه صح 100% النهارده. خليني أقول لك ليه الكتاب ده ممكن يكون مهم النهارده دلوقتي في حياتنا اللي احنا عايشين فيها. لو بصيت على مقدمة ابن خلدون والنظريات اللي اتكلم فيها هتلاقي حاجة اسمها توقعات جيوبوليتيكية. هتلاقي فيها حاجات وتوقعات ومؤشرات بشكل عام عن اللي احنا شايفينه دلوقتي، زي مثلا ان الصين ممكن تبقى قوة أولى أو قوة عظمى. لو بصيت على نظرية ابن خلدون يبقى كلامه صح. ولو بصيت لأمريكا وهي في مرحلة الطرف النهارده فالإشارات موجودة. ولو رجعت لأوروبا هتلاقيها دخلت مرحلة الانحلال ممكن. طيب الكتاب ده مناسب لمين؟ لو انت رجل أعمال أو مستثمر فالكتاب ده مفيد جدا ليك، لأنه هيساعدك تفهم دورات الأسواق والصناعات بشكل عام. أو لو انت سياسي أو دبلوماسي فهيخليك تفهم حركة التاريخ وتطور القوة بشكل عام. أو لو انت مؤرخ ومن طلبة العلوم الاجتماعية فتلاقي في الكتاب ده منهج علمي للتاريخ. وطبعا أي حد عايز يفهم العالم حواليه، لأنه في حرفيا نظرة عميقة جدا للمجتمع والحضارة. طبعا الكتاب ده مش ليك لو انت بتدور على حلول سريعة، الناس اللي مش بتحب التاريخ والفلسفة. لو انت بتدور على كتاب تنمية بشرية تقليدية فالكتاب ده مش ليك. وانصحك بال3 كتب دول اللي هتلاقيهم برضو فيهم نفس الأفكار اللي ممكن تساعدك تفهم أكتر الدورات بتاعة الحضارة والبشرية بشكل عام. فانت عندك صدام الحضارات، وعندك تاريخ موجز للبشرية بتاع يوفال نوح، وعندك الكتاب بتاع صعود وسقوط القوى العظمى بتاع بول كينيدي. ابن خلدون الحقيقة ما كانش بس مؤرخ، ده كان عالم اجتماع اقتصادي وفيلسوف وسياسي من الدرجة الأولى. والأهم من كده كان بيفكر زي بتوع الداتا ساينتست. والسؤال المهم دلوقتي هو لو ابن خلدون كان عايش لحد دلوقتي هيقول ايه عن مصر؟ طبعا العالم العربي. خليني اقول لك ان الحضارات زي الاشخاص بالظبط، لازم تفضل جعانه ومتطوره والا هتموت من الترف والكسل. هستناك تقول لي في الكومنتات وانت شايف العالم العربي ومصر تحديدا في انهي مرحله من مراحل اللي قالها ابن خلدون. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتشترك في القناه، واشوفك مع فيديو جديد. سلام.